السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبناء وبنات الأعزاء طلاب الصف الثاني، الثانوي، ازيكم وأخباركم إيه؟ يا رب تكونوا بخير، ربنا يكرمكم ويوفقكم بإذن الله تعالى. إن شاء الله نحل النموذج رقم 12 من نماذج امتحانات المعاصر مراجعة نهائية. الناس بس ما تنساش تنضم لجروب التليجرام علشان دايما تكون يعني متابع معانا كل حاجة بننزلها، هتلاقوه في الديسكريبشن بتاع الفيديو في أول كومنت. السؤال الأول بيقول mutual cooperation between the two clubs was clear for all of us. The opposites of mutual are. أولا mutual دي كده معناها متبادل أو مشترك. cooperation معناها التعاون، يبقى التعاون المشترك ما بين الناديين was clear for all of us، كان واضح للجميع. opposite عكس كلمة mutual، عكس كلمة مشترك. individual معناها فردي، إجابة صحيحة. طبعا مشترك يبقى في أكتر من واحد مثلا أو مجموعة، إنما individual فرد يبقى معنى كده فرد واحد. one sided أحادي الجانب، يبقى طبعا دي إجابة برضو صحيحة، عشان one sided يبقى من جانب واحد، يبقى من طرف واحد. shared مشترك يبقى أكتر من واحد، غلط. organic عضوي دي غلط خالص. reciprocal دي معناها مزدوج، يعني ما بين اتنين أو مجموعتين، فبرضو إجابة خاطئة. السؤال الثاني the last report referred to take some steps to help the company evolve at this serious stage. The last report التقرير الأخير referred to بيشير إلى take some steps، إن احنا ناخذ بعض الخطوات علشان نساعد الكمباني evolve، بمعنى يعني تتطور كده at this serious stage، في هذه المرحلة الخطيرة. The synonyms of the word evolve، محتاجين بقى مرادف لكلمة evolve يتطور are aid يساعد، hinder يعوق، progress تقدم، support يدعم، develop معناها يطور. يبقى evolve يطور، يبقى معنى كده في الحالة ديت أكيد progress يعمل تقدم، وأكيد develop بمعنى يطور. hinder يعوق دي غلط، وطبعا aid و support الاتنين زي بعض، بس evolve مش معناها يساعد، فevolve معناها يعمل تطور، يعمل تنمية، يبقى progress و develop. الأسئلة اللي بعد كده السؤال الأول بيقول a lot of people joined the charity as an act of. الكثير من الناس joined معنى يعني ينضم إلى charity الجمعية الخيرية كنوع من. solidarity معناها التضامن، وطبعا دي إجابة صحيحة. stability استقرار برضو غلط، عشان في join احنا هننضم للجمعية الخيرية، يبقى ده كده كنوع من أنواع التضامن. unity وحدة، بعض الناس ممكن تختار كلمة unity وحدة، بس هنقول ليه دلوقتي. capacity معناها قدرة أو سعة، فبرضه إجابة خاطئة. طيب ليه كلمة unity دي كده معناها وحدة؟ أنت مثلا عندك شركتين بيبقى في بيناتهم اتحاد، يبقى بيصبحوا كيان واحد، يعني احنا دايما بنركز على oneness اللي هي يعني الايه الأحادية، يبقى في حاجة واحدة بس. انما كلمة solidarity معناها تضامن، بقى تضامن اجتماعي مثلا زي كده، احنا بنتشارك مثلا feelings ماديا مش عارف ايه، علشان يبقى في وحدة بيناتنا ويبقى في اتحاد بيناتنا. اما كلمة unity يبقى حاجتين بيصبحوا كيان واحد. سؤال رقم 2 before being the executive manager of the company، قبل ما يكون the executive manager المدير التنفيذي للشركة، my father spaced many positions. أبي إيه؟ positions معناها وظائف، يبقى العديد من الوظائف during the last 20 years في آخر 20 سنة. faced معناها يواجه العديد من الوظائف. انفر معناها يشير إلى العديد من الوظائف. occupy بمعنى يشغل أو يحتل، يبقى طبعا إجابة صحيحة. create معناها يعني يخلق أو ينشئ، في برضو إجابة خاطئة، يبقى occupy a position بمعنى يشغل منصب، أو طبعا كمان بمعنى يحتل بقى مثلا دولة تانية أو هكذا. 3 one of the most important aims of the government is to space the infrastructure. واحدة من aims معناها الأهداف بتاعة الحكومة، إن هي إيه؟ infrastructure معناها البنية التحتية. البنية التحتية بقى دي كده زي إيه بقى؟ مثلا الصرف والتليفونات ومش عارف والطرق والكباري وما شابه، يعني دي كده اسمها البنية التحتية. يبقى أحد الأهداف للحكومة إنها تعمل إيه التنمية للبنية التحتية؟ ديفلوب معناها يطور البنية التحتية، وطبعا إجابة صحيحة. بروموت بمعنى يروج يساند مثلا يدعم. اوفر بمعنى يعرض. اتند بمعنى يحضر، يبقى احنا اكيد محتاجين ديفلوب بمعنى يطور البنية التحتية. كلمة بروموت بمعنى يروج، يعني مثلا يعمل دعاية، مثلا يساند، فأكيد مش هقولك مش هساند البنية التحتية، فبالتالي develop.
4. Do you believe space the power of education to change the world؟ هل أنت believe، طبعا على طول believe in بمعنى يعني هل أنت عندك اعتقاد أو يقين في أهمية التعليم لتغيير العالم؟ 5. The place that someone or something is going to is called a أو an. The place المكان اللي واحد يعني رايح له، يبقى ده كده اسمه ايه؟ domination معناها هيمنة أو سيطرة. recommendation معناها توصية. aviation معناها الطيران. destination معناها جهة أو مقصد، يبقى المكان اللي انت رايحه اسمه your destination. 6. The captain's words كلمات الكابتن ايه؟ hope in the team's heart، يبقى الأمل في قلوب الفريق. spark بمعنى يعني يبث، يعني يشعل الأمل، إجابة صحيحة. وطبعا برضو spark كده شرارة، يعني نقطة بداية حاجة. complement معناها يعني يكمل حاجة، أكيد إجابة خاطئة. consume يستهلك، إجابة خاطئة. consider يعتبر، برضو إجابة خاطئة. يبقى spark hope بمعنى يبث الأمل. 7. They don't want him to come with us، هما مش عايزينه يعني to come with us ان هو يجي معانا. طبعا في كوما وفي question mark، يبقى على طول ده كده question tag، سؤال مزيل. الجزء ده كده منفي، يبقى الكويستشن تاج لازم يكون مثبت. طب في الحالة ديت كده مثلا كلهم مثبتين، في هنا كلمة don't يبقى أكيد الإثبات بتاعها do، يبقى A غلط و B غلط. they do ولا do they؟ طبعا احنا بنقدم الفعل المساعد على الفاعل، يبقى do they. 8. مستر نادر space responsibility is to deal with the customers is absent. مستر نادر responsibility المسؤولية، ان هو deal with يتعامل مع الكاستمرز الزبائن is absent يكون غايب. يبقى مستر نادر المسؤولية بتاعته، يبقى في الحالة ديت كده مستر نادر ده اسم وفي responsibility ده اسم، يبقى اسمه اسم، يبقى احنا تلقائي محتاجين كلمة whose. طب ليه بقى؟ كان اصلها كده مستر نادر is absent، مستر نادر غايب. his responsibility، فهيز دي كده دي صفة ملكية، وعلى طول اللي بيحل محل صفات الملكية اللي هي كلمة whose. خلي بالك عشان الرقم دي هو apostrophe اس، ده اختصار لكلمة يا اما who is يا اما اختصار لكلمة who has. فانا ما ينفعش يكون في is او has فعل اساسي يكون في is كمان، فبالتالي غلط. ما ينفعش اقول لك who is responsibility is، ما ينفعش اقول لك who has responsibility is، فبالتالي دي كده اجابه خاطئه. كلمه هو صح بيكون في قبلها عاقل، ادي مستر نادر هو، بس ما ينفعش اقول لك هو responsibility. ليه؟ لو عشان كلمه هو دي كده بنستخدمها بتتحط مكان ضمائر الفاعل، يعني مثلا كلمه he او she او they، فانا مش هقول لك he responsibility. سؤال رقم 9. I can't believe that it is a space painting in the art gallery. It isn't worth much money. I can't believe، أنا مش مصدق that is إن هذا يكون painting يعني الرسمة في الارت جاليري في المعرض ده. It isn't worth هو لا يستحق المبلغ الكبير. more expensive أكيد هنا ده كده أنا بتكلم في تفضيل، يعني عشان بقول لك يعني إن الرسمة دي كده يعني انا مش مصدق ان دي اغلى رسمة في المعرض، يبقى ده تفضيل، يبقى مور دي غلط، كان لازم يبقى فيه مقارنة ومفيش هنا مقارنة. most expensive ما فيهاش ذا، يبقى دي غلط. expensive لوحدها دي غلط تماما عشان مفيش تفضيل خالص، يبقى the most expensive. 10. look over there، بص هناك our neighbor's flat، شقة جارنا space we must call the police at once، لازم نتصل بالشرطة على الفور. is being robbed، طبعا روب دي كده معناها يسرق او يسطو على مكان، فاكيد الشقه بتاعت جارنا مش هي اللي بتسرق ولكن بتتسرق، يبقى اكيد ده كده باسيف مبني للمجهول. يبقى مبني للمجهول لازم يكون فيه احد اشكال فيرب تو بي، وبعد فيرب تو بي لازم يكون فيه التصريف الثالث، وطبعا برضو دايما بنبدا بالمفعول، فالمفعول اللي هو اور نيبرز فلات شقه. طب محتاجين بقى فيرب تو بي ده يعني ايه؟ يعني مثلا كده يكون عندك am او is او are، مثلا يكون عندك was أو were، مثلا يكون في كلمة be، يكون في كلمة being، يكون في كلمة being، أي شكل من أشكال verb to be. طيب is being robbed، أدي being والتصريف الثالث والجملة زمانها مضارع مستمر عشان كلمة look انظر، يبقى دي إجابة صحيحة. is robbing أدي في is بس مفيش verb to be، مفيش ال PP التصريف الثالث. robs لا في verb to be ولا في تصريف ثالث. هنا has robbed بس مفيش verb to be، يبقى دي كمان إجابة خاطئة.
11. an essay is a space. المقال ده عبارة عن ايه؟ poem قصيدة شعر أكيد لا. story قصة برضو لا. novel رواية لا. a piece of writing طبعا أحد أنواع الكتابة. طبعا بقى في عندك بقى ايه مقدمة والموضوع والخاتمة. The main goal of the business email is to، يعني الغرض الرئيسي من البيزنس ايميل الشغل، وهو انك بتعمل ايه؟ apply for a job، انك تتقدم لوظيفة، وطبعا ده الإجابة الصحيحة عشان business ايميل يبقى ايميل من غرض من اجل العمل. complain about a product، انا هشتكي من منتج، ممكن ده مثلا يكون a complaint ايميل بغرض شكوى. طيب make friends تكون صداقات أكيد غلط. send personal stories أنا هبعت قصص شخصية، يبقى برضو إجابة خطأ. يبقى business email يبقى apply for a job. طيب الخطأ. طيب have you ever wondered what it would be like to live in space؟ هل عمرك wonder بمعنى يتساءل، يعني إزاي تقدر تعيش على الفضاء؟ It's more complicated than you might think. الموضوع complicated بمعنى معقد أكتر بكتير مما أنت تتصور. The most important thing to remember about living in space is that there is no gravity. يعني الحاجة المهمة أوي إنك لازم تفتكرها في الفضاء ألا وهو إن لا يوجد جاذبية. No gravity. That means that astronauts can't do a lot of the things that we take for granted. الكلام ده بيعني إن الأسترونوتس رواد الفضاء يعني ما يقدروش يعملوا الكثير من الأشياء اللي احنا بنعملها بشكل تلقائي. For example، على سبيل المثال astronauts can't pour themselves a cup of juice the way you can. ما يقدروش كده يصبوا كده يعني كوباية عصير الطريقة اللي احنا بنكب بيها. Why؟ ليه بقى؟ Because gravity makes the juice pour from the bottle into your cup. لما بترفع الازازة كده وبتكب العصير فالجاذبية هي اللي بتخلي العصير ينزل. Astronauts رواد الفضاء can't lie on beds and sleep the way you do. ما يقدروش كده يستلقوا على السرير ويناموا بالطريقة اللي انت بتنام بيها. Because لأن gravity is what holds you to your bed. الجاذبية هي اللي بتخليك يعني مستلقي على السرير، هي اللي بتبقى شداك على السرير. Eating in space is like eating on earth in some ways. يعني الأكل في الفضاء إلى حد ما مشابه الأكل على كوكب الأرض أو إحنا في الأرض. Food like rice and mashed potatoes sticks to spoons and forks. يعني بعض الأطعمة زي مثلا الأرز والبطاطس كده بتكون لازقة في المعلقة والشوكة. So it doesn't float away. وبالتالي مش بتطفو. Other foods come in cans or packages. بعض الأطعمة التانية بتأتي في cans في علب أو packages عبوات. But in order to eat علشان تاكل astronauts strap themselves into chairs. strap بمعنى بيربطوا نفسهم كده في الكراسي or use foot holes to stay in one place. أو كده برضو يعني بيكونوا متشبثين أو يعني مربوطين بحاجة علشان يفضلوا في مكانهم ما يطفوش يعني ما يتحركوش. Meal trays can be strapped to an astronaut's legs or attached to a wall. طيب والصواني بقى بتاعت الأكل برضو نفس الفكرة، برضو بتكون برضو متثبتة على أرجل رائد الفضاء أو بتكون متثبتة في الحائط. What about sleeping؟ وماذا عن النوم؟ There is no gravity in space. مفيش جاذبية في الفضاء. So astronauts don't have to sleep on beds. يعني مش بيضطروا إن هم يناموا على السرير or the floor أو على الأرض. They can sleep anywhere. يقدروا يناموا في أي مكان they want، ما محتاجين. And they can sleep in any position they want. ويقدروا يناموا في أي وضعية هم عايزينها. They simply strap their sleeping bags to a wall. يعني بيثبتوا الحقائب بتاعت النوم كده بتاعتهم في حائط. a seat مقعد or a bunk bed أو كده يعني سرير برضو بيكون متثبت. That way بتلك الطريقة they don't float around. مش بيطفوا مش بيتحركوا يعني. and bump into things while they are asleep. ولا بيصطدموا بالأشياء وهم نايمين. يبقى الفائدة في إنهم يكونوا متثبتين علشان ما يطفوش وبالتالي ما يصطدموش بالحاجات في الفضاء. They also have fun. هم كمان they بعيد على رواد الفضاء also have fun. أحيانا كده بيقدروا يتمتعوا. Astronauts are very busy people. رواد الفضاء ناس busy مشغولين. They have jobs to do. عندهم وظائف بيعملوها. And they work hard وبيعملوا بجد. But they also need to relax sometimes. أحيانا محتاجين إن هم relax يسترخوا. Astronauts get to talk to their families on a video call once a week.
يعني بيتواصلوا مع الأسر بتاعتهم كده في مكالمات تليفونية مرة في الأسبوع. They also get to stay in touch by email. كمان بيتواصلوا عن طريق الإيميل. Astronauts can bring checkers, chess and other games with them. بقى يقدروا يجيبوا معاهم ألعاب علشان يقدروا يلعبوا بيها. السؤال الأول the underlined word they refers to. كلمة they دي بتعود على إيه؟ أكيد طبعا بتعود على رواد الفضاء، علشان have fun يبقى هم بيقدروا يستمتعوا بوقتهم، يبقى الأسترونوتس. Which of these questions isn't answered in this text؟ أي من الآتي مش متجاوب عنه في التكست. How do astronauts eat in space؟ ازاي رواد الفضاء بيأكلوا في الفضاء؟ لا طبعا متجاوبة. الأطعمة بتكون يعني الصواني بتكون متثبتة على رجلهم مثلا أو على الحائط، ونفس الفكرة برضو بعض الأطعمة مش بتطفو على المعالق مثلا أو حاجة. How do astronauts do their work؟ ازاي الأسترونوتس بيقوموا بالعمل بتاعهم؟ ولا how are foods kept in space؟ ازاي الأكل بيفضل موجود في الفضاء؟ How can astronauts stay in touch with their families؟ آخر واحدة ازاي بيتواصلوا مع أسرهم مذكور. How are foods kept in space؟ ازاي ازاي الأطعمة بتكون kept محفوظة في الفضاء؟ طبعا عن طريق قال لك بتجف عن طريق cans أو packages، وبالتالي متجاوبة. إنما ازاي الأسترونوتس بيقوموا بالعمل بتاعهم ده اللي هو مش موجودين. قال لك هما بيعملوا بجد، بس ما قالكش ازاي ان هما بيشتغلوا، يبقى معنى كده هي دي كده اللي ايه مش متجاوبة. Which question does the passage answer؟ أي سؤال الباسج بيرد عليه. How can I go in space؟ إزاي إن أنا يعني أقدر أنطلق في الفضاء؟ ولا what is life in space really like؟ الحياة في الفضاء عاملة إزاي؟ ولا why do you travel to space؟ ليه بتسافر إلى الفضاء؟ ولا do astronauts like playing games؟ هل رواد الفضاء بيحبوا يلعبوا games؟ طيب السؤال اللي متجاوب هنا كده اللي هو what is life in space really like؟ الحياة في الفضاء عاملة ازاي؟ قال ان هي يعني it is more complicated، معقدة اكتر بكتير مما تتصور. وابدأ بقى يتكلم لك عن الاكل، ويبدأ يتكلم لك على النوم. انما مثلا do astronauts like playing games؟ هو قال هنا فوق كده ان الاسترونوتس يقدروا يجيبوا معاهم بعض الالعاب، انما ما قالش كده ان هم بيحبوا او ما بيحبوش، وبالتالي عشان بعض الناس ممكن تختار رقم دي. وكمان بالحياة في الفضاء صعب علشان no gravity، مفيش أي جاذبية. 4. The author likely feels that astronauts are، يعني المؤلف ده كده وجهة نظره في الأسترونوتس إن هم interesting ممتعين، unkind غير طيبين، depressed مكتئب، hard working مجتهد، طبعا hard working. عشان كده بيقول كده في القطعة زي ما قرينا إن الأسترونوتس work hard، بيعملوا بيعملوا بجد. يبقى معنى كده رقم دي هي اللي مذكورة في القطعة بتاعتنا. 5. Which do astronauts not need in space؟ رواد الفضاء مش محتاجين في الفضاء. place to sleep، لا أكيد محتاجين sleeping bags مثلا علشان وكمان تكون متثبتة. umbrella شمسية ما ذكرهاش. using emails لا اتذكرت فدي مهمة. food أطعمة مهمة. يبقى الأسترونوتس مش محتاجين في الفضاء، اللي مش مذكورة اللي هي الأمبريلا اللي هي الشمسية. 3 التانيين مذكورين، يبقى 3 معانا. 6. Why do you think chairs and tables are attached to the floors and walls in space stations؟ ليه بتعتقد ان الترابيزات والكراسي دي كده بتكون متثبتة في الأرضيات وعلى الجدران في محطات الفضاء؟ so that they will not float around، عشان ما يطفوش. أكيد طبعا إجابة صحيحة، علشان مفيش جاذبية. so they will stay clean، علشان يفضلوا يعني نظيفين. not to walk ما يمشوش. not to be stolen ما يتسرقوش. طبعا إجابات كلها خاطئة ما عدا A. How is life in space different from life on Earth؟ إزاي الحياة في الفضاء مختلفة عن الحياة على الأرض؟ There is no gravity، مفيش جاذبية، وطبعا هي دي الإجابة الصح. Astronauts don't like to be in space، مش بيحبوا يكونوا في الفضاء، ما قالش الكلام ده. Astronauts love their lives، بيحبوا حياتهم، برضو ما اتذكرش. They don't eat preserved food، مش بيأكلوا الطعام المحفوظ، لا بيأكلوا علشان قالك بيكون فيه canned أو packages، يبقى بالتالي كمان دي إجابة خاطئة.
الترجمة: زيادة الإنتاج أمر هام لأنه السبيل الوحيد لمقابلة الاحتياجات الكبيرة لسكان مصر. زيادة الإنتاج أمر لا مفر منه. واحد ممكن يقول يعني أمر هام هي أمر لا مفر منه لأنه السبيل الوحيد لتلبية الاحتياجات المتزايدة. يبقى هنا مقابلة الاحتياجات، وهنا لتلبية الاحتياجات المتزايدة لسكان مصر. طب نرجع كده: increasing production is inevitable. inevitable بمعنى أمر لا مفر منه، يعني مهم جدا. because it's the only way to meet the growing needs. meet هنا بقى واحد يقول لي معناه يقابل، بس أنا مش هقول لك يقابل الاحتياجات، ولكن لتلبية الاحتياجات. يبقى كده إيه غلط. طب سي: زيادة الإنتاج أمر لا مفر منه لأنه الحل الوحيد، السبيل الوحيد، الحل الوحيد لمقابلة. يبقى سي غلط. زيادة الإنتاج هو الأمل الوحيد. طبعا هو هنا ما قالش the only hope على حاجة، ولكن أمر لا مفر منه. أنا لما أقول لك هو الأمل الوحيد يبقى the only hope، يبقى بالتالي دي كده إجابة خاطئة. يبقى الإجابة بشكل مباشر ليها رقم B. الجملة الثانية: states seek in various ways to eliminate unemployment. هنا states seek in variety ways. هنا في كلمة various وفي هنا variety. various دي الصفة، طيب variety ده الاسم. طب احنا عندنا هنا كلمة way معناها طرق، ده كده اسم. طب اللي بيصف الاسم الصفة، يبقى أنا محتاج various مش محتاج variety. يبقى B غلط. C: states seek in various ways to eliminate unemployment. states seek in variety ways نفس الفكرة. يبقى دي غلط. يبقى احنا كده ما بين A وما بين C. because of the serious social problems it causes. وهنا because the serious social problems it causes. فينا خلينا نقف. فينا كلمة because of، وفينا بس كلمة because. طيب الفرق: كلمة because of دي كده يكون في بعدها verb plus ing، أو يكون في بعدها noun يعني اسم. because دي يكون في بعدها جملة كاملة، يعني يكون في فاعل، بعد الفاعل في فعل. طيب the serious social problems it ده ما ينفعش خالص، عشان the serious social problems ده الفاعل، يبقى كنت اجيب الفعل على طول، ما ينفعش اجيب كلمة it. يبقى كده سي غلط. طب بص: because of the serious problems بسبب المشاكل الاجتماعية الخطيرة. يبقى معنى كده ده الاسم، يبقى الإجابة أول واحدة. طيب الأسئلة النوفل. السؤال الأول بيقول: Why is Fogg's refusal to plan for accident surprising؟ ليه رفض فوج إن هو يخطط للأكسيدنتس ده أمر مدهش؟ يعني ليه بتعتقد كده، أو ليه إن يعني رفض إن هو يضع الأكسيدنتس دي في حسبان؟ عشان ببساطة شديدة كده إن accidents may happen at any time. الحوادث دي ممكن تحصل في أي وقت. مثلا كده they are unpredictable. unpredictable بمعنى يعني لا يمكن تنبؤ بيهم، وبالتالي so نكمل كده بس so they must be put into consideration. لازم يتحطوا في الحسبان. سؤال رقم 2 بيقول كده ايه: how does the calm behavior of Phileas Fogg contrast with the excitement of Passepartout؟ ازاي الكالم behavior ده، السلوك الهادئ جدا بتاع فوج ده، بيتناقض مع الإثارة بتاعة باسبارتوت؟ علشان كان ايه اللي حصل؟ طبعا ان فوج معظم الوقت كان شخص مركز جدا، لما باسبارتوت كان دايما يعني بيندهش بالعجائب بتاعة الرحلة اللي قابلتهم طول الطريق. احنا كده ممكن نقول كده فوج stayed focused. طول الرحلة هو كان focused بمعنى ايه؟ مركز. on time على عنصر الايه؟ الوقت. while passepartout كان بيعمل ايه بقى كده؟ نكمل بس هنا كده.
while Passepartout admired the wonders of the journey. كان معجب طبعا بالعجائب اللي قابلتهم في الرحلة. and كمان tried to enjoy himself. كان معظم الوقت بيحاول يستمتع بنفسه وبالوقت بتاعه. أسئلة الريرايت. look they are paving our street. paved. طبعا look انظر، يبقى احنا كده هنا are paving، ده كده زمن مضارع مستمر. am is are verb plus ing. طب ده يا مستر ده جايب كلمة paved. paved كده فيها ed، يبقى على طول ده هنا كده ing وجايب ed، يبقى تلقائي انا محتاج احوله الى passive مبني للمجهول. طب الباسيف المبني للمجهول في المضارع المستمر بنبدأ بالمفعول، بعد المفعول نستخدم am أو is أو are، زائد بنجيب كلمة being، وبعد being بنجيب البي بي التصريف التالت. تعال نطبق. أنا هبدأ بالمفعول اللي بيتمهد، يبقى look الأول هتنزل زي ما هي، مفيهاش مشكلة خالص. our street الشارع بتاعنا، الشارع ده مفرد يبقى ياخد is، بعد كده ننزل كلمة being وبعد كده paved. يعني بص الشارع بتاعنا بيتسفلت. السؤال التاني، ندى watched the movie and then she revised for the exam. ندى اتفرجت على الفيلم وبعد كده رجعت للامتحان after. احنا هنا طبعا watched ده كده ماضي، revised ده ماضي وجايب كلمة after بعد، يبقى احنا تلقائي محتاجين ان احنا نتكلم في ترتيب الاحداث. القاعدة بتاعت after بقى كده، ادي طبعا after كان في بعدها الفاعل، بعد الفاعل كنا بنجيب had والتصريف الثالث. الجزء الثاني كان فيه فاعل، بعد الفاعل كنا بنجيب تصريف رقم 2. طب هنا هذا التصريف الثالث ده كده بيكون الحدث الأقدم اللي هو اللي حصل الأول، التصريف الثاني ده الحدث الثاني. طب هنا ندى watched اتفرجت، يبقى اتفرجت الأول، يبقى ده كده هيكون هذا التصريف الثالث، يبقى أنا كده had watched. طب تعالى نطبق هنا، بس افتر هنا حرف سمول يعني احطها في وسط الجمله مفيش مشكله. هبدا بالحدث الثاني. ايه الحدث الثاني؟ ان هي revised for the exam، يبقى انا كده هقول ندى revised for the exam، هي رجعت للامتحان. امتى بقى؟ after بعد she had watched the movie، بعد ما اتفرجت على الفيلم. يبقى جت في الاول مفيش مشكله، جت في الوسط مفيش مشكله، حط بعدها فاعل وبعد كده هاد التصريف الثالث اللي هو اللي حصل الاول. فهنا ندى اتفرجت على الفيلم وبعد كده رجعت، يبقى اتفرجت الاول. طيب دي كانت اخر حاجه معانا كده النهارده. يا رب الناس تكون استفادت واكون وفقت في توصيل المعلومه بشكل كويس، وان شاء الله تابعونا واستنونا في الحلقات اللي جايه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.